طبعا عن الحظ والبخت. نعم. احنا دائما نسمع من اهلنا يقولون آية هل عنه طول العمر مسلعك. آية هل عنه، نسمعها بس ما نعرف شنو اساسها. اي والله. هذا طبعا القصة حدثت بقرى وانا. نعم. بالستينات بالخمسينات، قصة حقيقية حقيقة يعني. هذا عجوز عندها ولد شباب تريد منه تجوز وعمره عده، وترجى بيه تقول له تعال شوف ظناك قبل ما اموت، وهذا ما يقبل. توسطت بصديقه اللي يمشي معاه، فقالت له بلشي تحاكيه انه هو صديقك يسمع من عندك انه بلشي تجوز، انا هذه امنيتي اشوفه عنده اطفال قبل ما اموت. دائما عجزنا عندنا هذا المقوله. نعم. فبت عليه رايحين وقال له والدتك وصتني، واعتبرها من باب بر الوالدين لبي طلبها. فبت عليه قاعدين، الله هداه كان سبب صديقه، وقال ان شاء الله اني اقتنعت وراح اخطب فلان من الجريه. قاعد بالقعده، اكو شخص نهايه القعده عان طار في القعده من سمعان وقال راح خطب فلانه عن هذا بغير شيء هو متحجج بطل. انتهت التعليله راح على امه تنتظر. قالت له ها بشر، قال والله انا اقتنعت وبطلت. ليش؟ قال والله واحده اثنين ثلاثه فلان عن، من قلت خطب فلانه فلان عن، هذا عنته باطله ما بها من الصحه شيء. فقالت له مو مشكله، خلينا حد موافقتك احنا نغير لك المكان. غير لك المكان، وفعلا عاد غيروا المكان وتجوز وفضت الامور. بس المشكله وين ظلت؟ ظلت عند البنت اللي صارت العنه عليها. اي والله. بعد فتره من الزمن جوها خطابه هذا البنت، وقبل يدققون حيل. نعم صحيح. جوها خطابه فسالوا عنها، قالوا والله ما عفيفه طاهره، لكن والله ذيك السنه فلان تخطب وفلان عنه بطل، هذول هم بطلوا. وصارت كل ما يجوها ناس فلان عنه بطل، الا ما ظلت عجزت. الله اكبر. التزمت الدعاء والبكي الى رب العالمين. وفعلا انا اشرحها بدقائق او بثواني، لكن هي القصه سنين. انا سنين. تحياتنا لاهلوانا، وتحيه لروح الشيخ ابو بشير عساف النعيمي، الله يرحمه. تحياتنا للشيخ بشير ولكل اهلوانا.